في فيديو النهاردة هعرفكوا ألذ طريقة للتشيكن وينجز المشوية في الفرن ممكن تجربوها. في البداية نشفت الأجنحة كويس جدا من أي سوائل علشان التتبيلة تثبت عليها كويس. خليتها على جنب وابتديت أجهز التتبيلة كلها توابل بودرة. دي توابل فراخ وشوية من البابريكا والفلفل الأسود والملح وشوية كمان من البيكنج باودر هيديها كراست من بره مقرمش. حطيت كل التوابل دي على بعض في بولة وعملتهم ميكس كويس مع بعض عشان يندمجوا كويس. بعد كده صبيتهم على الفراخ، التتبيلة دي هتثبت على الفراخ كويس جدا لأنها مفيهاش أي حاجة سايلة خالص. وقلبت كل الأجنحة مع التتبيلة دي كويس لغاية ما اتأكدت إن كل قطع الفراخ اتغلفت كويس بالتوابل. في الوقت ده كنت بسخن الفرن على أعلى درجة حرارة قبلها بربع ساعة. دخلتها الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180، بعد كده هديت درجة الحرارة على 160 لمدة ربع ساعة كمان. وهي في الفرن جهزت الخلطة دي. الخطوة دي بتديها طعم وريحة ولمعة مش طبيعية يا جماعة. ده زبدة سايحة حطيت عليها شوية من الزعتر، وقلبت الزعتر كويس مع الزبدة وخليتها على جنب لغاية ما الفراخ خرجت من الفرن وهي سخنة كده. بعد ما خرجت من الفرن صبيت الخليط ده على الفراخ وزي ما انتوا شايفين كده لونها حلو قوي واخدة كمان كراست مقرمش من بره. ممكن تستغنوا عن خطوة الزبدة بس بالنسبة لي بتدي طعم وريحة ولمعة كمان للفراخ حلو قوي. بعد ما تخرجوها في طبق التقديم هتلاقوا فيه بهاريز كده مع الزبدة في الطاجن، صبوها كمان على وش الأجنحة. مش متخيلين طعم التتبيلة مع الزعتر والزبدة عامل ازاي. متأكدة انكم لو جربتوها هتعجبكم. استناكم تجربوها بطريقتي، ولو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش اللايك والشير.